الفقرات العجوزيه لانسان بالغ تفرق 180 درجه عن الفقرات العجوزيه لطفل صغير. ليه يا مستر؟ علشان الفقرات العجوزيه لطفل صغير في ما بين الفقره والتانيه حلقه غضروفيه. بص 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 بص، حلقه غضروفيه يعني مفصل، يعني انت عندك خمس ايه؟ خمس فقرات. الفقرات العجوزية 5 فقرات، بس للأسف الخمس فقرات دول في الإنسان البالغ ملتحمين، بيلتحموا ببعض علشان ما يكونش فيه فواصل، فيلتحموا ببعض يبقوا كلهم عظمة واحدة زي الشكل اللي حضرتك شايفينه قدامكم ده. دي فقرات عجوزية لإنسان بالغ، مفيش ما بين دي ودي فاصل، يعني حلقة غضروفية. طيب عدد المفاصل في الصورة دي كم مفصل؟ 0، علشان مفيش حلقة غضروفية. عدد العظام في الصورة دي كام؟ عظمة واحدة. عدد الفقرات 5 فقرات. طيب الرسمة دي هي دي لطفل صغير، دي الانسان بالغ، دي لطفل صغير. عامل ايه بقى في الطفل الصغير؟ حط لك فواصل كده. رسمه كتاب المدرسه ما كانش فيه فواصل هنا. خش على الرسمه بتاعتها او في كتاب المدرسه او في ورقه المفاهيم اللي معاك، اي حاجه، خش على الرسمه دي مش هتلاقي فيه فواصل، هتلاقيها كده، دي بيضه كده، يعني معنى كده ان في التحام. الخمس فقرات ملتحمين فدي عظمه واحده. لكن هنا الفقرات العجوزيه لطفل صغير هتلاقي فيه فاصل كده، دي حلقة غضروفية، يعني ده مفصل. مصل العظمة والتانية في ما بينهم مفصل متحرك زي الإيد كده. دي عظمة ودي عظمة ما بينهم مفصل متحرك يسمح بحركة محدودة. هنا وهنا في إيه اللي بيتحرك ده؟ مفصل واسع الحركة علشان بيمشي في جميع الاتجاهات. هناخدوه في كورس الأحياء مع بعض على مدار السنة. ماشي، ما علينا. خلينا دلوقتي في السؤال ده. عايز عدد المفاصل في فقرات عجوزيه لطفل صغير. اولا كده 99% من الطلاب عملوه 0. ليه؟ علشان هم ما يعرفوش ان دي لطفل صغير فحلوها 0 على اساس ان هي ملتحمه. بس للاسف كل اللي حلها 0 خد غلط، خد 0، لان دي المفاصل اللي في الرسمه دي 4. عد كده معايا. مفصل اهو، حلقه غضروفيه، الثاني مفصل اهو، الثالث مفصل اهو، الرابع مفصل اهو. فدول 4 مفاصل في الرسمة. عدد المفاصل 4 مش 0.